بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنسمع الفيديو النهارده وهنعلق عليه وبعدين انتوا قولوا رأيكم. بس الواحد خلاص يعني زهق من الاعلاميين دولي وزهق من الناس دي. هنسمع الفيديو وهنعلق عليه واحدة واحدة. والله ما اعرف انت كيف في كل مباراه عندك مشكله يا امام عاشور، في كل مباراه عندك بوستر، في كل مباراه عندك اعتذار في الانستغرام او عبد الله الكعبي الاعلامي الاماراتي مركز قوي مع امام عاشور ولاعيبه النادي الاهلي وكهربا والنادي الاهلي في كل حلقه من برامجه. معرفش ليه هو والاعلاميين اللي معاه، هو والمعلقين اللي معاه، هو المحللين اللي معاه، معرفش ايه السبب. البرنامج بتاعك واقع، عاوز تعمل تجيب مشاهدات، قول ماشي، اتكلم على الدوري المصري واتكلم في واتكلم وقول عن الكهرباء وقول عن امام عاشور واتكلم براحتك. دي في سبيل ان انت ترزق ويجي لك مشاهدات، لكن ما تتكلمش وتقول كل يوم لك اعتذار. مش بتاعتك، دي مش بتاعتك، مالكش فيه. في كل مباراه عندك حتى نسمع بالنفيخه ودست النفيخه، وانا عارفين الرساله دي رايحه فين اصلا بالاساس، يعني مشاكل رايحه لنادي العين. عاملين انتوا الرساله رايحه لنادي العين، خلاص ارتحت. انتوا مش بترتاحوا الا لما بتواجهوا الناس في بعضها. الراجل احتفل، البليه احتفل، فلان احتفل، احتفال زي اي احتفال. اي واحد منكم يطلع واي واحد من اللعيبه يطلع يحتفل على الطريقه اللي هو عاوزها. لكن كهربا طلع احتفل، جاب اللونه واحتفل، ايه عادي، مفيش مشكله. البليهي كان بيحتفل في قلب عمان، عادي، مش مشكله. لكن عارفين الرساله دي رايحه فين، لمين؟ يعني لنادي الزمالك. احنا والنادي الزمالك احنا بنلعب في دوري واحد، هو الدوري المصري. جمهور الاهلي وجمهور نادي الزمالك وجمهور المصري وجمهور اي جمهور في الدوري المصري، احنا بنلعب في الدوري المصري. اللي يخص الدوري المصري يخص جمهوريه مصر العربيه بس. ما توقعوش بين الجماهير وبين بعضها. يا اعلام يا كابتن عبد الله كعبي، كثيره بصراحه مع فريق الاهلي، كل يوم في مشكله. احنا عارفين البالونه البيضاء، الفريق الابيض، احنا عارفين الحكايه دي اصلا، عارفين الحكايه دي. وبعدين المشكله كل يوم مشكله، هي بتاعتك انت اللي هتحل المشاكل يعني في النادي الاهلي. طب خليك حل المشاكل في النادي العيني بتاعك، ولا علشان خاطر النادي الاهلي سكعكم على عينيكم 3-0 في قلب القاهره وكنتوا عاملين تزيطوا وتقولوا احنا مش احنا، لا احنا العنويه، صح؟ احنا العنويه. لما النادي الاهلي سكعكم وكفاكم ووفاكم وروج عليكم في قلب القاهرة، رجعتوا تتكلموا في حق النادي الاهلي تاني، وكل يوم النادي الاهلي والدوري النادي الاهلي والاهلي بيفوز غير بالحكام واللي. رسالتي للكابتن عبد الله الكعبي، خليك في دوريك. انت بتقول دوريك اقوى من دورينا، الدوري المصري اقوى اضعف من الدوري الاماراتي. عندك يا اخي، عندك خلاص، عندك امكانيه ان انت تتكلم في الدوري الاقوى. عاوز ايه انت من الدوري الضعيف؟ البرنامج بتاعك مش كويس، يعني مش جايب ريتش، ما جايبش يعني مشاهدات كتيره. فانت بتدور على اي حاجه تجيب مشاهدات، اللي هي مثلا كهربا، امام عاشور، قفشه، الناس اللي هي بتلعب في افضل نادي في القاره وافضل نادي في الشرق الاوسط واكتر نادي على مستوى العالم واخد بطولات. دايما الناجح كده، دايما الناجح له يطلع كذا سلم يلاقي سلمه مكسوره كده، بس بيطلعها بعدي ان شاء الله والحمد لله. هو النادي الاهلي، ابعد بعيد عن النادي الاهلي، خليكم في حالكم، وبعدين مالهم الشعبيين؟ مالهم الشعبيين؟ رجاله
ورجاله بياكلوا عيالهم من عرق جيبينهم، الشعبين انتوا تتكلموا عليهم دول. دي رسالتي وصلت لك يا كابتن عبد الله، في رعايه الله، وابعد بعيد عن اهلي. مع السلامه.